شيرين، نعم. اختاري مين فيهم النهارده؟ مش عارفه والله، انا يعني انا عارفه صوت، انا فاكره صوت مروه كويس، بس النهارده كان في حاجه، كنت حاسه انك بتبلعي العرب مش بتطلع. علا شويه بتبان منوره وشويه برضو حس صوتها مخنوق، فكان في حاجه النهارده مش واضحه بالنسبه لي، فانا مش قادره اختار. لا بس انا عارفه قدرات مروه كويس. صح، الوضوح ما كان موجود، وعلا حاولت تعطي من يعني بصدق حقيقه يعني. سامحني علا، انا اختار مروه لان الاصوات رائعه جدا. مروه ما كانت اغنيه بابا على صوتها، او ما كان باين صوتها لمروه، بس انما بهذه الاغنيه انا شفت علا لامعه اكثر من مروه. هذه متفقين طبعا. لا بحكي على هلا، ما بدي احكي قبل. الصعب الرباعي قبل ما تقرر قول لي رايك في ادائهم النهارده. سواء علا او مروه، اصوات هايله. نحب نحيي علا لانها طورت حالها، لانها تعبت على حالها، اشتغلت مليح مع دكتور امل، وكانت يعني مثال للتلميذه المثابره والشاطره. مروه نفس الشيء، نعرفه الناس كل تعرف قيمه صوتك. صحيح ممكن الاغنيه كتمت شويه صوتك، لكن حفلاتك كانوا رائعين. حفلاتك ينموا عن صوت متمكن وخبره في الاداء وتحكم في الصوت، فالاختيار اكيد مش يكون صعب عليا بصراحه. قرارك يا صابر، اتفضل. نحبكم ونعرف قيمتكم ونعرف قيمه اصواتكم. انتم من الاصوات الرهيبه اللي عندها مستقبل كبير كبير، لكن نحس انه الصوت اللي ممكن يخدمني في المواجهات اللي جايتني امام هؤلاء النجوم الكبار معهم اصواتهم الرهيبه، حس انه مروه هي الافضل. الف مبروك، الف مبروك لمروه. الصابر